لو معاك مبلغ تحطه في شهادة ولا وديعة أحسن؟ الإجابة دي هتحددها بعد الفيديو ده، عشان هقولك الفرق بين الاتنين واحتياجاتك هي اللي هتقولك تعمل ايه. أولا الوديعة هي وعاء ادخار، أو ممكن نسميها الحصالة. ممكن تبقى لفترة قصيرة زي أسبوع أو سنة، أو لفترة طويلة لحد 3 سنين. فايدة الوديعة بتكون أقل من الشهادة وأكتر من حساب التوفير، حاجة في النص كده ما بينهم، والفايدة بتتصرف بشكل يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي. طيب لو عايز تكسر الوديعة تقدر تكسرها في أي وقت قبل المدة القانونية، وبيكون في نسبة بتخسرها من الفايدة. أما الشهادة فهي وعاء ادخار طويل المدى، يعني حصالة بس مش هتتكسر بسهولة. بتبدأ من 3 سنين وتوصل لحد 10 سنين، ما ينفعش تكسرها قبل المدة القانونية اللي هي 6 شهور، ولو كسرتها لازم تدفع عمولة على الكسر. يعني لو معاك مبلغ وعارف إنك مش هتستخدمه لفترة طويلة، الشهادة أنسب لأنك هتحافظ على فلوسك وبعائد أعلى. أما لو معاك مبلغ وعايز تستثمر لفترة قليلة، يبقى الوديعة هي أنسب حل. انت ايه اخبارك بقى بعد الفيديو ده؟ ودي كانت الخلاصة مع ابو اليزيد.